كانوا عملوا تجربة على يقال أنا أعتقد على حسب ما أنا فاكر كانت تجربة على 1000 طالب في قسم الرياضيات في تركيا. فهم كان الغرض من الموضوع ان هم يدوا فئة شات جي بي تي وفئة من غير شات جي بي تي، او هم عملوا انا على حسب ما انا فاكر كانوا 3 مجموعات. كنترول جروب دي معاش اي حاجة. المجموعة التانية دي معاها شات جي بي تي بس انستراكتيف، والمجموعة الثالثة دي معاها شات جي بي تي مفتوح. فبدأوا يحسبوا القدرة كل واحد على حل المشكلات لما خضعوا الامتحان. فالفئة اللي معاها شات جي بي تي مفتوح دي أدت بشكل أقل بنسبة 84%. الفئة اللي معاها شات جي بي تي انستراكتيف نسبة أقل 32%. النسبة الكنترول عادي اللي هي النسبة من 5 ل 7% هي النسبة اللي ما قدرتش انها تأدي كويس في الامتحان. وبالتبعية لما اتعمل دراسات حتى من مايكروسوفت نفسها اتضح ان الخلايا العصبية لما انت بتستخدم تشات جي بي تي بكثرة انت مخك مش قادر ان هو يكون خلايا عصبية دقيقة، لان انت غالبا بتاخد المعلومة من هنا بتروح ترميها هنا وما بتبصش هي جت منين ولا جت ازاي.